للناس بقى اللي بتقول ان الكحك بياخد وقت، مين قالك كده؟ الكحك ده مش هياخد في ايدك 10 دقايق، بس امشي على التركية اللي انا بعملها وعلى الحاجة اللي انا بقولها وانت يا بصي هيطلع من تحت ايدك شوية كحك زي العسل. بيقولوا لي قال ايه الكحك الكيلو منه عامل 140؟ ليه؟ ايدي اتشلت ولا ايدي اتقطعت؟ بعد الشر طبعا. ايدي مادام معايا ودماغي مادام معايا هعمل شوية كحك زي العسل، اكتر من 4 كيلو من كيلو دقيق. بس هتقولي لي ازاي؟ اقول لك خليكي معايا يا مزيتي لحد اخر الفيديو. طبعا انا جهزت معايا كيلو من الدقيق، هنزل بقى اجيب ايه كوبايه من نص كوبايه من الميه، وهحط فيها معلقتين من السكر. طبعا هتحطي سكر بودر او اي سكر، المهم ان هو يبوش. واروح نازله بقى بمعلقه خميره من الصغيره، وهديها تقلبتين وهسيبها بقى تتخمر على جنب. وهبتدي بقى ان انا اجهز معايا العجينه بتاعتنا. تعالوا بقى معايا كده نجهز من اولها. اول حاجه كده جهزت معايا خلاص الكيلو دقيق. هنزل بقى ايه بشويه سمسم كده، بتروح عند العطار تقول له ب10 جنيه سمسم، بتاخدي منهم حوالي 3 معالق من السمسم زي ما انت شايفه كده. وهبتدي بقى ان انا انزل هجيب ريحه الكحك، هتجيبي ب5 جنيه ريحه الكحك برضو من عند العطار زي ما انت شايفه بالجمال ده، وتروحي حاطه نص معلقه من الصغيره او تحطي معلقه ممسوحه، بتخلي الطعم ايه في حته تانية. يعني مش هتكلم، انت هتشوفي. واروح نازله بقى بنص معلقه بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر بحطه ليه؟ انا طبعا هتقول لي انت بتحطي خميره، هقول لكم يا جماعه انا بحط البيكنج باودر عشان ينفش معايا كده الواحده ويخليها كده ايه تملى العين كده، يعني حاجه كده حاجه كده حلوه. طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت كيس فانيليا. طبعا هتقولي الكحك هو بتحط عليه فانيليا؟ اه طبعا انا بحب احط يعني الفانيليا دي ما بشيلهاش من كل الحاجه، من كل ما لذه وطاب. زي ما انتم شايفين حطيت بقى ايه معلقتين 3 معالق من السكر المطحون. هتقولي طب ليه عاملاه حاطه ليه سكر؟ هقولك علشان انا بحب اكله زي اللي بره. هتقولي لي اما اللي بره بيعملوه كده؟ هقولك اه زي اللي بره بيعملوه كده، وبنفس التريكات دي بيخلوه ان هو بيديكي ايه سنه سكر كده في بقك وانت بتاكليه. طبعا زي ما انت شايفه انت مش عايزاه بسكر ما تحطيش سكر، خليه ساده. زي ما انت شايفه انا جايبه دول كوبايتين سمنه، كوبايتين مجين صغننين سمنه زي اللي انت شايفاهم اللي انا حطيت فيهم الميه دول، هم دول بس اللي انا هشتغل بيهم. زي ما انت شايفه كده انت مش بتعجنيه، انت بتعمليه زي الكسكسي كده او الرفيع على حسب بلدكم ما بتقول ايه. وبتبتدي ان انت ايه تعمليه، يعني ايه تعمليه، بس هو بياخد معاكي ايه يعني من ربع ساعه لنص ساعه، وانت بتفركيه في ايدك كده لحد ما تلاقي بصي تلاقي السمنه تخش في كل حته في الدقيق. وطبعا زي ما انتم شايفين انا جبت ما شاء الله بتاع البلاستيك اللي عندي بتاعت زمان دي، وقلت اعمل بيه عشان عجبتني الصراحه، والله شكلها عجبني زي ما انتم شايفين. إيه هبتدي بقى ان انا ايه اروح حطاها معايا علشان خاطر ايه مثلا العجينه بتاعتي ايه ما تنشفش وكده وتفضل طريه على زي ما انا عايزاها كده، زي ما هي طريه كده. هحطها بقى في كيسين، وكيسين يكونوا بتوع اكل، وهروح بقى ركناهم قدامي وانا شغاله. واخد بقى كيس اخد منه حته بحته 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 كده لحد ما اخلصه، واروح داخله على الكيس اللي بعده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس اهم حاجه يا حبيبتي اللي بتتفرجي عليا ما تنسيش اللايك والتعليق وتعملي الفيديو شير كتير علشان يوصل لاكبر عدد من اصدقائكم من صحابكم. وطبعا ما تنسوش اللايك عشان اللايك ده يا جماعه بيحفزني جدا ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه ويعني مش مكلفه، حاجه بسيطه. وطبعا تركايه كمان ان انت الصينيه اللي انت بتعملي فيها ما تمسحهاش ولا بزيت ولا بقماشه. في بقى حاجه ستي كانت بتقول لي عليها، تجيبي حته عجينه وتروحي عاملاها يعني عشان قلبك يطمن وما يبقاش في اي حاجه خالص للعجينه او يأذي العجين. بتروحي مسحه بيها الصينيه، وبتبتدي ان انت كل حته بتحطيها في ايدك قبل ما تعجنيها بتروحي ايه ضربها في ايدك كده كأنك بتعجنها من اول وجديد علشان خاطر ما يفرولش منك. زي ما انت شايفه الشكل تحفه، والله الشكل تحفه. طبعا انا عاملاها حاجه صغننه مش عاملاها كبيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا انت عايزه تكبري كبري براحتك، كل واحده وذوقها. انا بحبه صغنطوط كده، وبخلي مسافة او ممكن كمان ما تخليش مسافة، بس ايه يعني خلي مسافة شوية كده ايه ما بين كل كحكة وكحكة. زي ما انت شايفة بسم الله ما شاء الله هعمل لك كذا شكل وهوريكي. بص العجينة بتروح وتيجي معايا كده، فرولت اقلبها تاني احطها تاني واروح عجنها تاني عادي في ايدي. ما تخافيش من العجينه، طول ما العجينه طريه معاكي كده حاجه كده عظمه. زي ما انت شايفه هتجيبي سكينه والشكل برضو تحفه، هتعملي كانك بتعملي شجره. بس عايزه اعرفكم حاجه، عايزه اقول لكم حاجه، الشكل اساسا ما بيبانش خالص في الكحك، يعني شكل الكحك خالص ما بيبانش.
اللي بيبان هو النقشات، يعني ايه بيبان النقشات بس خفيفه كده، ما بيبانش نقشات قوي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عملت كذا شكل، وهعمل كل الصواني كده. وطبعا عايزه اعرفك ان في الفرن بتولعي الفرن على درجه حراره اعلى درجه عندك، وطبعا بتكوني قاعده قدام الفرن كده، يعني ما تقوميش بالكرسي خالص، تفضلي قاعده كده قدامه لحد ما تخلصي الكحك بتاعك كله وتروحي قايمه. بياخد معاكي بالظبط 10 دقايق. بتولعي من فوق ومن تحت وتروحي حاطه الصواني. اول ما يسخن اول فرن معاكي تروحي حاطه الصواني. اول ما تلاقيه خد لون اللي هو اللون المحمر حاجه بسيطه كده بتروحي مطلعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله قسما بالله طلع شويه كحك. بصوا ما اقولكوش على الطعم وان هو دايب كده في البق، ولا يعني انا مش عارفه اوصف لكم. انتوا لو عملتوها قسما بالله هيعجبكم جدا جدا. وده شكل تاني برضه عملته بالسكينه، حاجه كده جميله. طول وانت واقفه كده بس هتشكلي، هتجيلك اي فكره وتشكلي. تعالوا بقى ايه، خلاص كده طلعناهم من الفرن، وتعالوا بقى اوريكم الجمال. زي ما انت شايفه بصي انا مش هتكلم، انت شايفه الكحك عامل ازاي. يعني الكحك والسمسم ظاهر فيه كده. يعني انا حطيت السمسم، المفروض انت بتحطي نص معلقه، بس انا بقى حطيت يعني اكتر علشان انا حابه السمسم، احس بالسمسم كده في الكحك. زي ما انت شايفه السمسم باين فيه، والكحكه معاكي ولا مشققه ولا مفرولت في ايدك ولا اي حاجه خالص. كحكه بسم الله ما شاء الله. عملتي انتي حوالي 3 كيلو من كيلو دقيق. ايه رأيك؟ لما تكوني ست بيت ناجحه ما تخليش اي حد يعلق عليكي ابدا. اعملي شويه الكحك وبصي اكلي منهم الشعب المصري كله. حاجه كده جميله، كل اللي هياكل من ايدك هيقولك بجد تسلم ايدك على شويه الكحك دول. وبكده خلصنا بقى الفيديو بتاع النهارده. وطبعا مش هقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعليق وتقولوا لنا رايكم. وتعالوا بقى اوريكم وانا بحط لكم عليه سكر للناس اللي بتحبوا مسكر شويه تاني. زي ما انتم شايفين انا حطيت كام واحده في الطبق، وهبتدي ان انا انزل بيهم. شفتوا انا قايله لكم النقشه ما بتظهرش قوي، بس ما شاء الله ظهرت مش عارفه ازاي. طبعا ما راح نازله بقى بشويه سكر كده زي ما انت شايفه الجمال. والله العظيم ولا احلى شيء، والله تسلم ايدي على الجمال ده كله. وطلع قسما بالله حاجه كده عظمه، ولا محروق ولا اي حاجه. وبصي بايش في ايدك كده، تمسكي الواحده كده تلاقيها فرولك في ايدك. اهم حاجه تخشوا في التعليقات وتقولوا لي تسلم ايدك، الحاجه جامده وتجربوها. وطبعا تلحقوا تجربوها قبل العيد، يعني تعملوها قبل العيد. وألف هنا على قلبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والتعليق، وتعملي الفيديو شير كتير 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 قوي 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 قوي. و يعني يلا. مع السلامه. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده.